عليكم، ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ بصوا، الناس اللي كانت بتسال على خلطه المشاط والحنه ايه والصدر وكده، وازاي نستخدم الحنه دي. ماشي، عاملينها كده اهو. ازاي نستخدم الحنه دي؟ بصوا، دي بقى يعني انا جايباها للبنات. تمام، هوريكم بقى انا بستخدم ايه. تمام، انا حطيت 3 معالق من ورق الصدر هنا، و3 معالق من المشاط او 5 معالق من المشاط الملكي، عشان ما شاء الله هعمل للبنات فزودت. ماشي، وهحط 3 معالق من دي، وهحط، هاتي البيض يا سندس، وهحط 3 معالق من دي. تمام كده، ماشي. طيب انا الميه دي، بصوا انا لسه يا دوبك حاطه الصدر، شايفين اول ما حطيته ابتديت اقلب عمل رغاوي ازاي. ده اهو، ده الصدر الايه النظيف المحترم. الصدر ده ست الناس مغربيه هم اللي بيعملوه مغاربه. تمام، بس تحفه. ماشي، بصوا ما شاء الله تبارك الله. طيب بصوا بقى، ده عباره عن ايه؟ شايفين دي كده؟ دي الميه اللي هنا. عملت ايه؟ جبت وهنحط البيض ده كمان. ماشي اهو. طبعا عشان هعمل يعني ايه، المفروض لو حد واحد مثلا بتعملوا يعني مقدار اقل من كده، بس عشان كذا حد هيعمل اهو. ماشي، بقعد اقلب. طيب انا هستخدم الميه دي طبعا في الحنه، هعجن بيها الحنه وهسيبها تتخمر، وهملأ البخاخه دي منها. دي تركتين. تمام. طيب الاعشاب دي انا نسيت اصورها لكم وهي لسه ناشفه. الاعشاب دي عباره عن ايه؟ عدي معايا ست الكل كده واكتبي ورايا. ب5 جنيه بعت، جبت ب5 جنيه روزماري، ب5 جنيه شاي اخضر، ب5 جنيه كركريه، ب5 جنيه شطه قرون، ب5 جنيه اللهم صل على النبي. ايه تاني؟ ايه، لا، ب5 جنيه زعتر، وب5 جنيه شيح بابونج. تمام، ب5 جنيه زعتر، وب5 جنيه شيح بابونج، وب5 جنيه شاي اخضر، وب5 جنيه روزماري. تمام، وب5 جنيه اللهم صل على النبي ورق رولة. تمام، دي الاعشاب اللي انا افتكرتها. وممكن وبرده جبت ب5 جنيه نسكافيه. تمام، قمت واخده ده كله، لا، واخده ده كله كده وغاليه هنا. غليته جامد قوي قوي قوي. وطبعا حطيت معاه برضو عشان تبقوا عارفين، كان عندي بنجر فحطيت معاه بنجر وغليته عشان عايزاه يدي لون محمر شويه. تمام، وسبتهم مش غلو. انا غليت ميه وحطيتهم فيها، نقعتها من امبارح لحد النهارده يوم كامل في مكان ضلمه، وفضلت مغطياهم عشان الزيوت بتاعتهم ما تطرش، ونستفاد بالايه، بالزيوت اللي فيها. تمام، فانت بتحطي ده كله وتكمريه باي قماشه او بغطا، وتسيبيه في مكان ضلمه لحد بالليل، لحد تاني يوم. يعني حاولي ايه يكون 24 ساعه. خدت بقى الميه زي ما انتم شايفين كده اهو. هعمل منها جزء هاخده اعمل بيه، اعجن بيه الحنه بقى دي. هاخد بقى معلقتين من دي، معلقتين من دي. تمام، او 3 معالق من دي و3 معالق من دي، لان دي بتدي فرد حلو قوي قوي، ودي بتدي ترطيب حلو قوي قوي. انا مش هممني اللون قد ما هممني النتيجه، فرد وترطيب وتقل للشعرايه. وطبعا هحط معاها البيضتين دول. تمام كده، خليكم معايا ماشيين ايه خطوه خطوه. هاخد الباقي هحطه، افرغه الميه بقى من هنا. قبل ما احط الحنه هاخد الميه احطها هنا في البخاخه دي. تمام، وبعدين هقوم كل يوم ابخبخ بيها على بخبخي بيها على ارضيه الراس. وشوفي طول الشعر تبارك الرحمن لما تنتظمي عليها شهر واحد بس. شوفي طول الشعر. ولو عندك تساقط ايا كان اسبابه ايه، بفضل الله بفضل الله، وده عن تجربه، بيوقف التساقط تماما. احفظوا لي بقى ال4 حاجات دول، لان بجد تحفه. ولو كان عندي كمان حنه نبار كنت هحط منها، بس للاسف هي خلصانه. بصوا اهو، مشاط ملكي احمر، الصدر ده، او في انواع تانية محترمه، وفي الحنه اللجن الصفراء، والحنه بريم. تمام، وهتعملي نفس الخط. اي اعشاب مفيده للشعر هاتيها وحطيها، وخدي ميتها بفضل الله.
هتبقى تحفه معاكي قوي وهتديكي نتائج تحفه. وخدي الميه دي اعمليها بقى سيستم ليكي على طول كده، الميه بتاعتها خديها واعمليها. وعلى فكره بتعملش ريحه وحشه، لان الروزماري اصلا ريحته فواحه. ولو عايزه ريحه حلوه حطي لافندر، يعني نقعي على الحاجات دي لافندر، هاتي لافندر ونقعي معاهم هيديكي ريحه حلوه قوي. او حطي زيت عطري، زيت ليمون، زيت نعناع، بس يكون زيت طبيعي. حطي نقطتين، مش هيخلي ريحه للشعر. وكل يوم هتحطي منها على فروه الراس قبل ما تنامي واول ما تصحي، بفضل الله هتلاقي النتائج حلوه قوي. بتكلم بالنسبه للميه. بالنسبه للحنه اعمليها كل اسبوع اسبوعين، وصدقيني والله والله هتنبهري من طول الشعر ولمعانه وطراوته. وحتى لو عامله بروتين بيخلي الشعر في حته تانية خالص، بيزود الفرد وبيزود الترطيب واللمعان، ما بيبقاش الشعر مشطط ولا جاف ولا ناشف. تمام كده.